تفاصيل جديدة ومفاجآت في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم. كشفت عنها محامية ريم طارق بسبب تصريحات جوزها لما قال إن هو مش بيعاشرها ومش بيقيم معاها العلاقة الزوجية، وإنه ما كانش يعرف إنها كانت متجوزة واحد قبله. وقالت محامية ريم طارق إن موكلتها ريم وقفت قدام النيابة العامة للتحقيق معاها في الاتهامات الموجهة إليها، تهمة التزوير وسرقة $500,000 من منزل جوزها. ومحامية ريم طارق قالت إنها قدمت مستندات وأدلة وفلاشة ورسايل بين حسن شاكوش وزوجته بتدل على إقامته العلاقة الزوجية معاها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وتسجيل صوتي خاص بأخت حسن شاكوش وهي مع مراته لما كانوا متواجدين عند دكتورة أمراض نساء وتوليد، وده للإطمئنان على صحة ريم، وإن الدكتورة أخبرتها إنها سليمة وما عندهاش أي أمراض، وقالت لها شد حيلك بقى انت سليمة وزي الفل. محامية ريم طارق نفت كلام حسن شاكوش اللي بيقول إن مفيش علاقة بينه وبين ريم، وإنها قدمت رسائل نصية وتسجيلات وأدلة تثبت عكس كلام شاكوش. وبينهم رسالة حسن شاكوش بيطمن فيها على زوجته لما كانت بتكشف عند دكتورة أمراض النساء. وبعد الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لريم زوجة حسن شاكوش تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ $500,000، وقررت إخلاء سبيلها بدون ضمان. وبرضه هيتم استدعاء حسن شاكوش للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعد ما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة الجواز. وحسن شاكوش قال لما المأذون قال البكر الرشيد ما اعترضتش هي ولا حتى والدها ولا أي حد من أفراد أسرتها. وقال في التحقيقات إنه بعد رجوعه اكتشف إنه تعرض لواقعة سرقة في مبلغ 500,000 جنيه من داخل الخزنة اللي في فيلته. وقال أنا اكتشفت إن في مبلغ بقيمة 500,000 جنيه مش موجود عندي في الخزنة، وهي اللي سرقتهم من ورايا، وده كل اللي حصل. وكمل كلامه وقال إن يوم الاثنين مرات ريم قالت لي أنا ماشية دلوقتي وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي، فأنا قلت لها خلاص براحتك امشي. وتاني يوم التلات وأنا ما كنتش موجود في الفيلا، أمها وابن خالتها وأخوها كلموني، قلت لهم أنا مش موجود ومشيوا. وبعد كده اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500,000 جنيه مش موجود عندي في الخزنة، وريم هي اللي سرقتهم. وكمل كلامه وقال أصلا مفيش قايمة اتكتبت، والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه، وهي جابت أواني وغسالة أطباق و3 سجاجيد، وأنا ما كتبتش وصل أمانة ب500,000 جنيه ولا حاجة، والدهب كان معاها وهي اللي عارفة هو فين، وهدومها ومكياجها عندي في الفيلا، هي ما خدتهمش وأنا مش ممانعها إنها تاخدهم. ومحامية ريم طارق قالت إن ريم قالت في التحقيقات إن الخلافات بينها وبين جوزها ما كانتش بسبب المعاشرة والعلاقة الزوجية زي ما زعم بعض المقربين من حسن شاكوش، وإنها مش مريضة أو مصابة لكنها طبيعية، والدليل إنهم راحوا لدكتورة نساء لاستشارتها في الإنجاب. وقالت أنا عايزة أستشهد بالدكتورة سعاد لأنها كشفت عليا بعد الجواز علشان كنت عايزة أحمل، وكانت أخت حسن شاكوش معايا في الكشف.